السلام عليكم ورحمة الله عزيزي طالب أولى إعدادي. يلا بينا رجعنا لكم تاني عشان نكمل سلسلة فيديوهات حل المحافظات مع بروفيسور العلوم طبعا كريم درويش. يلا بينا. شايف اللوجو عندك؟ جدع، يلا بينا. أكمل ما يأتي. العنصر اللافلز السائل الوحيد طبعا الله ينور عليك البروم بي ار. طيب، أكسيد المغنيسيوم من الأكاسيد طبعا أكاسيد القاعدية. طب مستر عرفت منين إن ده أكسيد قاعدي؟ حبيب قلب المستر، الفلزات بتتحول لأكاسيد قاعدية، إنما اللافلزات بتتحول لأكاسيد جدع حامضية. علل. الصوديوم N11 أقل صلابة من الألمنيوم Al13. حليناها كتير، السؤال ده اتكرر كتير وبجد عيب لو جه في امتحان السنة دي وأنت ما عرفتش تحله. يلا بينا. قلنا إن الصوديوم N11 لو وزعناه هنلاقيه 2 8 1، إنما الألومنيوم هتلاقيه 2 8 3. وبما ان الكترونات تكافؤ الالومنيوم اكتر من الكترونات تكافؤ الصوديوم، اذا هو هيكون اكثر صلابه. الالومنيوم اكثر صلابه من الصوديوم لان الكترونات التكافؤ اكبر من الكترونات تكافؤ الصوديوم. طيب، 2. يمكن التمييز بين غاز الهيدروجين وغاز الكلور باستخدام شريط دوار الشمس. طبعا اول حاجه هنجيب شريط دوار الشمس، وطبعا لازم يبقى مبلل. هنحطه في الهيدروجين ونحطه في الكلور، هنلاحظ ان الكلور هيزيل الوان ورقه دوار الشمس، انما الهيدروجين مش هيتاثر بسببه دوار الشمس اي تاثير لانه متعادل. يبقى هقول له الكلور، غاز الكلور يزيل الوان دوار الشمس على عكس الهيدروجين لا يؤثر على ورقة دوار الشمس. طيب، 3. طاقة حركة البندول تكون أكبر ما يمكن عند مروره بالموضع الأصلي. طبعا هقول لأن طاقة حركته أو سرعته بتكون أكبر ما يمكن عند مروره بالموضع الأصلي. سرعة البندول بتكون أكبر حاجة عند مرورها بالموضع الأصلي، وفي الحالة دي قلنا طاقة الوضع بتساوي 0، فبالتالي هيبقى عندي طاقة حركة البندول أكبر ما يمكن عند الوضع الأصلي لأن سرعته أكبر ما يمكن عند الموضع الأصلي. 4. العلاقة الغذائية بين الأسد والحمار الوحشي علاقة افتراس. نقول إن الأسد مفترس يتغذى على الحمار الوحشي اللي هو فريسة، وطالما أنا عندي كائن بيستفاد وكائن بيتضر بسمي العلاقة دي علاقة افتراس. طب السؤال اللي بعده، عند زيادة وزن الجسم للضعف ونقص الارتفاع للنص فإن طاقة الوضع تزداد للضعف. طبعا كلام غلط، بس أنا أجيب لك قلم ثابت. يتحول الماء السائل إلى ثلج في عملية التجمد. ده أي محامي بالنقد عارفها، أكيد صح. الله عليهم الأسئلة. يلا السؤال اللي بعده، قارن بين الكربونات والبيكربونات. تاني اتكرر برضو السؤال ده كتير، ركز معايا فيه. الكربونات CO3، البيكربونات HCO3. 2. قارن بين هيدروكسيد الكالسيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم من حيث الأهمية. حلو، سؤال جميل. أقول له والله هيدروكسيد الكالسيوم ده بنعالج بيه حموضة التربة، حموضة التربة، إنما هيدروكسيد المغنيسيوم يدخل في تركيب لبن المغنيسيا الذي يعالج حموضة المعدة. يبقى عندك هيدروكسيد الكالسيوم حموضة التربة، إنما هيدروكسيد المغنيسيوم بيعالج حموضة المعدة. قارن بين المتغير المستقل والمتغير الضابطة من حيث التعريف. طبعا المتغير المستقل ده اللي أنا بقدر أتحكم فيه أو أغيره أثناء التجربة، إنما المتغير الضابطة دي متغيرات ثابتة طوال التجربة. قارن بين الصفات الوراثية والصفات المكتسبة من حيث مثالا لكل منهما. الصفات الوراثية طبعا تعال نقول التعريف بالمرة كده. الصفات الوراثية دي صفات بتورث من الآباء إلى الأبناء دون تعلم، زي لون الشعر، لون العين، لون البشرة، طول رقبة الزرافة، أي حاجة من دي صح. الصفات المكتسبة هي الصفات التي يكتسبها الفرد من البيئة المحيطة
دون تعلم، وبيتعلمها من البيئة اللي حواليه زي ما حضرتك كده اتعلمت المشي أو اتعلمت لغة جديدة. السؤال اللي بعده اختر الإجابة الصحيحة. الرقم الهيدروجيني اللي هو البي اتش لمحلول كلوريد الأمونيوم يكون طبعا أقل من 7 لأنه حمض. تعملها بلون ثابت. عند اتحاد كاتيون Na موجب مع الأنيون OH سالب يتكون أكيد طبعا قلوي. مستر عرفت منين إنه قلوي؟ صديقي قلت لك قبل كده أي حاجة هتنتهي معانا ب OH هتبقى قلوية. طب يا مستر أنت عرفت منين اللي هي هتنتهي ب OH؟ يا حبيبي ما أنت عندك Na موجب يبقى ده في الأول، OH سالب يبقى هيجي في الآخر يبقى NaOH. طالما انتهى ب OH يبقى ده قلوي، وأنت عارف إن الرمز ده أصلا هيدروكسيد الصوديوم. أجب عن الأسئلة التالية. احسب مقدار الشغل المبذول عند التأثير بقوة 1000 نيوتن على جسم مساحته 50 متر في نفس اتجاه القوة. طبعا عزيزي هنا هو عايز الشغل المبذول، وأنا عندي قانون الشغل بيقول عشان نجيب الشغل هنروح نضرب القوة في الإزاحة. فبكل بساطة قول له والله الشغل هيساوي القوة في الإزاحة. استنى اكتبها لك بالعربي. الشغل بيساوي القوة في الإزاحة. يبقى الشغل هتساوي القوة عندنا هنا قال لي ب1000، الإزاحة هنا قال لي 50. 1000 في 50 هتديني الإجابة 50,000 جول طبعا، عشان الشغل المبذول بنقيسه بالجول حتى لاقي على بعضها. ما نوع العلاقة الغذائية بين أسدين من أجل الحصول على الغذاء؟ طالما عزيز الطالب قال لك فردين الاتنين نفس النوع يبقى ده على طول علاقة تنافس. طالما الاتنين نفس النوع يبقى علاقة تنافس. قال لك بقى أسدين فهدين أرنبين جزرتين أي أفراد نفس النوع تنافس. طيب يلا نكمل السؤال اللي بعده. صنف ما يلي إلى صفة وراثية وصفة مكتسبة. كسر أرجل الثعلب القطبي، طبعا ده صفة وراثية، أكيد ما اتعلمش إن رجله تبقى قصيرة، بس اتولد رجله قصيرة عشان دي وراثة، تبقى دي صفة وراثية ورثها دون تعلم. طب تعلم الطفل المشي، يعني شوف هو قال لك أصلا تعلم، طالما التعلم دي حاجة اتعلمها تبقى دي صفة مكتسبة. اذكر مثالا لصخر رسوبي، ممكن نقول الحجر الجيري. طيب استخرج الكلمة الغير مناسبة. مسافة، إزاحة، سرعة، ارتفاع. طبعا هتبقى السرعة. الناحية التانية عندك التسخر، التفتت، الترسيب، التبلور. طبعا تبلور. ما النتائج المترتبة على اختلاف ترتيب النيوكليوتيدات على الدي ان ايه؟ طيب احنا قلنا اختلاف ترتيب النيوكليوتيدات على الدي ان ايه هيؤدي الى اختلاف الصفات الوراثيه، ان كل ما ترتيبها بيتغير كل ما هيدي لك صفه وراثيه جديده. طيب 2. انخفاض درجه حراره الصعب عن درجه التجمد. لا انت اخوك الصغير يجي يحلها لك. لا لا بجد روح نادي اخوك الصغير يجي يحلها. بيقول لك انخفاض درجه الحراره عن درجه التجمد. السحابه درجه الحراره اللي حواليها نزل عن درجه تجمد الماء. اكيد هتقول لي بدل ما هتمطر امطار هتعمل اسقاط للثلج، بدل ما هتنزل مطر هتنزل تلج. السؤال اللي بعده. اذكر اهميه او استخدام لكل من الكائنات المحلله في النظام البيئي. طيب قلنا 100 مره الكائنات المحلله دي بتتغذى على جثث الكائنات الميته، بتاخد العناصر اللي موجوده في اجسام الكائنات الميته وبتعيدها تاني للتربه، بتعيد العناصر الغذائيه مره اخرى الى التربه في هيئة مكونات طبعا بسيطة. طيب اذكر أهمية صخر الرخام في مجال البناء. طبعا ممكن نقول له بناء تاج محل في الهند، إنه اتبنى من الرخام. طب يلا بينا على المحافظة اللي بعدها، ما تكسلش اشتغل معايا. يلا المحافظة اللي بعدها. اكتب المصطلح العلمي. مركبات معظمها أيونية تتكون من اتحاد كاتيون قلوي مع أنيون مصدر حمضي
طبعا هقول له الأملاح. استنى أجيب لك قلم ثابت. الأملاح. طيب، عملية تحويل النفايات إلى مواد جديدة صالحة للاستخدام مش محتاج إعادة التدوير. ماذا يحدث عند وضع شريطي دوار الشمس في محلول قيمة البي اتش له تساوي 12؟ طيب احنا قلنا قبل كده أقل من 7 بيبقى حمض، أكبر من 7 بيبقى قلوي، 7 بيبقى متعادل. طيب الراجل قال لي 12، 12 يعني أكبر من 7 فهيبقى قلوي. والقلو ده طبعا يخلي دوار الشمس لونه أزرق، يبقى هقول له تزرق ورقتي دوار الشمس، خلي لونهم أزرق لأنه قلوي. طيب ماذا يحدث عند ذوبان هيدروكسيد الكالسيوم CaOH باي 2 في الماء؟ طيب هقول ركز بقى معايا، ركز كده على السبورة الناحية التانية، بطل تبص عندي. بص هتلاقي عندك CaOH باي 2 هنقسمها نصين اهي. أنا عندي النص الأولاني كاتيون موجب اللي هو الكالسيوم ده كاتيون موجب، إنما الجزء التاني ده هيبقى أنيون سالب، يبقى هقول يتكون كاتيون Ca بلس 2. طبعا هكتب فوقها زائد 2. مستر عرفت منين اللي فوقها زائد 2؟ عرفت منين؟ اللي هي عندها اشارتين موجب. بص جنبها على الو اتش هتلاقي تحتها كام؟ 2، يعني التكافؤ بتاعها ثنائي فهنكتب فوقها موجب 2. طيب بينما الاو اتش هتبقى ايون سالب، وهو كاتب له او اتش وفوقها سالب واحده بس لانه احاد التكافؤ. طيب ما معنى قولنا ان جسم قطع مسافة 40 متر في زمن قدره 20 ثانية؟ نقول له والله بكل بساطة أي أن سرعة الجسم نقسم 40 علشان تطلع 2، هقول له 2 متر لكل ثانية، أي أن سرعة الجسم 2 متر لكل ثانية. طبعا بكتب بقلم بيظهر ويكتب بسرعة عشان محدش إيه يقعد يثبت صفحة ويقعد ينقل من غير ما يفهم. طيب ما معنى قولنا أن النباتات الخضراء والطحالب كائنات منتجة بينما الحيوانات كائنات مستهلكة؟ أقول له طبعا لأن النباتات الخضراء والطحالب تنتج غذاء بنفسها من خلال عملية البناء الضوئي، بينما الحيوانات كائنات مستهلكة لأنها تحصل على الطاقة من خلال استهلاكها أو إنها بتتغذى على حيوانات أو كائنات أخرى. أكمل العبارات التالية. اتحاد Ca بلس 2 بيحمل إشارتين موجبة مع أيونات BO4 اللي بتحمل إشارة سالب 3، مكونها ملح صيغته الجزيئية نقط. سؤال حلو قوي، عايز حد فاهم. ده مش هقول الحفظ ده ما عادش بياكل عيش. ركز بقى معايا. بص يا صديقي، انا عارف ان الايون الموجب بيبقى في الاول، بعديه بيجي السالب، يعني انا هبدا بالسي اي الاول، بعد كده الزق جنبه كده بي او 4. خلاص بي او 4 على بعضها. طيب انت عندك الموجب كان موجب كام؟ 2، هتدي لي اللي جنبها، يعني بي او 4 هتقوم مزود لها قوسين كده وكاتب لها 2، يبقى بي او 4 باي 2. طيب التلاتة اللي كانوا مع البي او 4 دي هتديها للي جنبها اللي هي السي اي، فهتبقى هنا تحتها 3، فيبقى عندي النهائي سي اي 3 بي او 4 باي 2 زي ما مكتوبه قدامك على الشاشه كده. هكتبها لك تاني اهي بخط اوضح شويه. سي اي 3 بي او 4 باي 2. التلاتة دي جت منين؟ عشان دي كان التكافؤ اللي هنا. الاتنين دي جت منين؟ عشان دي كان التكافؤ اللي هنا. فهمت يا عزيزي الطالب؟ يلا بينا على السؤال اللي بعده. أكمل. تتحول بقايا الحيوانات البحرية الدقيقة بعد ملايين السنين في باطن الأرض إلى، هات أخوك اللي في رابعة ابتدائي حلها لك بقى عشان أنت كده هبت منك على الآخر. أكيد غاز طبيعي يعني، غاز طبيعي أو بترول. يلا علل. عمليات التعرية سلاح ذو حدين. طيب قلنا إن عملية التعرية ممكن تكون الدلتا
أو ممكن تكون تربة زراعية برضو، لكن على مدار ملايين السنين. وفي نفس الوقت بتعمل تآكل للشواطئ بسبب الأمواج. يبقى التعرية هنا عندي سلاح ذو حدين. على المدى البعيد ممكن تعمل لي دلتا، ممكن تعمل أرض زراعية، لكن في نفس الوقت الأمواج بتعمل تآكل للشواطئ. علي رقم 2، أهمية دراسة سلاسل الغذائية في المكافحة البيولوجية. طيب، لازم تبقى عارف الأول يعني إيه مكافحة بيولوجية. المكافحة البيولوجية دي يعني نستخدم كائن حي عشان يتغذى على كائن تاني غير مرغوب فيه من غير ما نستخدم مبيدات حشرية. فأنا لما أكون دارس أهمية أو دارس السلاسل الغذائية، هكون عارف الكائن ده أي نوع من الكائنات التانية بيتغذى عليه، فأقدر أجيب الكائن التاني أحطه معاه في البيئة عشان يتغذى عليه من غير ما استخدم المبيدات الحشرية. وهدي لك مثال، عندنا حشرة اسمها المن، دي بتتغذى على الأوراق الخضراء والخضروات والفواكه. طب أنا عايز أعمل مكافحة بيولوجية، هجيب لها الدعسوقة. أيوه، الدعسوقة اللي هي الخنفسة الحمراء ومنقطة أسود. طيب، 3، علل الحمض النووي DNA هو مصدر المعلومات الوراثية الخاصة بالكائن الحي. نقول تاني، قلنا قبل كده 6425 مرة إن الحمض النووي اللي هو DNA يحتوي بداخله عزيز الطالب على حاجة اسمها جينات. الجينات بتفرز إنزيمات، الإنزيمات بتعمل تفاعل كيميائي، هذا التفاعل الكيميائي بيكون بروتين مسؤول عن إظهار صفة وراثية محددة. يعني بالمختصر أنا الDNA ده هو اللي بيخلي الصفة تبان عندي. فكل ما الDNA ترتيبه يتغير أو الجينات اللي جوه بتتغير فيدينا صفة تانية. اذكر اثنين من التطبيقات الحياتية لتحول طاقة الوضع لطاقة الحركة. طبعا ما تألفش من دماغك، طبعا انت في منهج انت ملتزم بيه. طيب، ممكن نقول مثلا السد العالي، دي بنستخدم طاقة وضع المياه لما تتحول لطاقة حركة بتدور التوربينات اللي بننتج من خلالها الكهرباء. عندنا مثال تاني اللي هي كرة الهد، اللي هي لا مؤاخذة الكرة المدورة الكبيرة دي الفولاذيل متعلقة في سلسلة بتتمرجح كده فتهدم المباني القديمة. ده علامة صح أو غلط أو ما تضعش عادي مش هتفرق. المتغير الذي يتم تغييره أثناء إجراء التجربة يعرف بالمتغير التابع. لا إله إلا الله. طبعا إجابة غلط. قلنا قبل كده اللي بيتغير اسمه متغير مستقل مش تابع، متغير مستقل. طب السؤال التاني، يذوب جليد المناطق القطبية عند فقد طاقة حرارية. لا مش هنكمل، مش هنكمل الأسئلة دي، مش يعني معروف. هتذوب امتى؟ لما نكتسب طاقة حرارية. انت مش صح معايا، مش مركز، انت مش صح مش مركز. فوق كده واصحى معايا. انا عارف الوقت الساعة 4 عندك، نزل رجلك هنا، نزل رجلك تحت، ركز معايا كده واصحى. يلا يا ابني السؤال اللي بعده. رسم لك رسمة كده قدامك، هي سهلة ما فيهاش حاجة ما تخافش. بيقول لك في الشكل المقابل قطعة سيارة رحلتها من النقطة B إلى النقطة T خلال 1 يعني 1 ساعة. احسب المسافة الكلية. اجمع الأرقام اللي عندك. إيه رأيك؟ حلوة؟ يلا بينا. 10 و5 و10 و5، يبقى المسافة الكلية عندك 30 KM اللي هي كيلومتر. وركز اوعى تكتب متر لأن عندك كاتب لك كيلومتر. طيب، عايز مقدار السرعة اللي بتتحرك بها السيارة. ركز بقى في الكلمة اللي بعد كده، بوحدة متر على الثانية. اللي هيوقعك على وشك، خد بالك. هنا مديلك المسافة بالكيلومتر وقال لك عايز السرعة بالمتر. يبقى قبل ما تعمل أي حاجة هتحول من الكيلومتر للمتر. يعني هتضرب في كام؟ جدع، في 1000. فنقول له 30 في 1000، دي اللي هي المسافة. عايزين نقسمها بقى على الزمن. هو قال لك الزمن 1 ساعة. لا، ما تحطش بقى واحد تحت، هو عايزها بالمتر على الثانية. الواحد دي اللي هي كام ثانية؟ غلط تاني، غلط تاني. يا حبيبي لما اقول لك 1 دقيقة هتقول لي 60 ثانية زي ما انت قلت دلوقتي. لما اقول لك 1 ساعة يعني 60 في 60، يعني الساعة الواحدة 3600 ثانية. اوعى تغلط فيها في الامتحان. فلما قلت لك 1 ساعة وعايزها بالثانية تبقى 3600 ثانية، اوعى تغلط وتكتبها 60.
طبعا على الآلة الحاسبة هتقوم حاسبها كده بسرعة، هيطلع لك الناتج 8.33 متر لكل ثانية. طيب اذكر مثالا واحدا على مجموعة ذرية تحمل شحنة مقدارها -2. ممكن تقول لي الكبريتات اللي هي SO4. طيب 2، لا فلز سائل درجة انصهاره منخفضة. ما تقعدش انت بقى تسيب الحاجة اللي انت عارفها وتدور في الحاجة اللي انت مش عارفها. يقول لك لا فلز سائل، انت لسه هتفكر البروم مفيش غيره. طب 3، علاقة افتراس. ممكن تقول لي أسد يفترس غزالة، يفترس حمار وحشي، يفترسك أنت شخصيا، حرباء تتغذى على جرادة أو حشرة زي اللي قاعدة جنبك. طب رقم 4، آسف لو ولي أمر كان قاعد جنب الطالب. يلا رقم 4، رقم 4 يلا. طفرة ضالة. طفرة ضارة ممكن نقول اعوجاج عمود الفقري، ممكن نقول ضمور العضلات، بعد الشر عليكم وعلى عيالكم إن شاء الله. يلا سؤال رقم 4، خلف الأسوار. استخرج الكلمة الغير مناسبة: الحجر الجيري، الرخام، الحجر الرملي، الحجر الطيني. طبعا قدام عينك كلهم أحجار، مفيش غير الرخام. علم عليه يا ابني، علم عليه يا ابني بسرعة. الألمنيوم، النيتروجين، الهيدروجين، اليود. طبعا الألمنيوم، الباقي كله طبعا زي ما انت شايف قدامك ان كلهم لا فلزات. الألمنيوم هو الفلز الوحيد، مش محتاج يعني ب2 جنيه تفكير. يلا رسم لك شكل قدامك، يقول لك حدد رقم المستوى الغذائي الذي يضم الكائنات ذاتية التغذية اللي هي بتعمل غذاء بنفسها مع التفسير. انت مش هتفكر ولا هتفسر، هي رقم واحد. اللي هي مستر اخترنا رقم واحد يا حبيبي. ما عندك كمية الطاقة المختزنة، بص بص على الشاشة جنبك قد ايه، بص قد ايه، بص شايف قد ايه. دي كلها طاقة مختزنة، وأكبر طاقة مختزنة بتكون في الكائنات المنتجة اللي هي ذاتية التغذية زي النباتات والطحالب واللي بيصورنا دلوقتي. 2، لماذا تكون الطاقة المختزنة في المستوى 3 أكبر من المستوى 4؟ قلنا 7529 مرة إن الكائنات لما بتتغذى حبيب قلبي على كائنات تانية بتاخد 10% بس، بتاخد 10% بس من الطاقة بتاعتها، وبتسيب 90%. خلاص؟ الكائن بيحصل على 10% بس من الكائنات الأخرى لما بيتغذى عليها، لأن 90% التانية يا حبيب قلبي دي الكائن التاني بيكون خلصها في الوظائف الحيوية، زي مثلا الحركة، العمليات الحيوية بتاعة جسمه، الهضم، البيبي، الحاجات دي. 2، قارن بين الماجما واللافا من حيث التعريف الصخور الناتجة عن تبريد كل منهم. وباقي المحافظات هننزلها برضو إن شاء الله. طبعا السؤال الاتنين الأخر دول اعتبرهم واجب، وهم أسئلة خفيفة ما فيهاش أي حاجة. يلا أشوفك فيما بعد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كان معكم مستر كريم درويش، بروفيسور العلوم.